من اللحظات الأولى في مباراة نادي الزمالك والمصري هتلاقي اللعب مايل ناحية الشمال، ودي كانت تعليمات واضحة وصريحة من الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إن هنلعب على الجبهة دي لأنها فيها ثغرة قوية جدا لازم إن احنا نستغلها، وهو إبراهيم رضاي اللاعب طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه في لقاءات كتير جدا وكان عامل كوارث كتيرة جدا لما كان بيلعب مكان أحمد فتوح كان قبل الإصابة. دلوقتي فتوح مصاب، ولكن طبعا أكيد في بدايل كتير جدا غير إبراهيم رضاي، لكن جوميز مصر ان هو يلعبه. وتعالى نشوف طبعا الاخطاء اللي ارتكبها النهارده، وطبعا من ضمنها الهدف الاول لفريق المصري بتاع فخر الدين بن يوسف طبعا كان خطأ من اللاعب ابراهيم رضاي. خلينا نشوف الحالات ونبدا طبعا في تحليل اللقاء فنيا مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده اللاعب اللي عليه السبوت لايت الابيض اللي ظهر ده هو ابراهيم رضاي. طبعا هنا دفاع نادي الزمالك، ومن اللحظات الاولى زي ما قلت لكم طبعا كابتن علي ماهر مدي تعليمات لفريقه ان احنا هنضغط ونلعب في الجبهه اليسرى. الارتداد طبعا ما كانش افضل ما يكون، نادي الزمالك كان بيندفع اندفاع قوي جدا في التلت الامامي، قد يكون طبعا بيهاجم ب 8 و9 لعيبه. طبعا كان الارتداد او طبعا الاندفاع دوت كلف نادي الزمالك ان يكون في شوارع في الدفاع زي ما انتم شايفين كده. الخط بتاع الدفاع لسه لاعبي نادي الزمالك، طبعا احنا بنتكلم في اول دقيقتين زي ما حضراتكم شايفين فوق على ايديكم الشمال كده ناحيه طبعا السكور بورد. وزي ما حضراتكم شايفين كده الكره كانت بتتلعب في ظهر ابراهيم رضاي لانها ثغره من ثغرات طبعا نادي الزمالك اللي كان عايز يستغلها طبعا المدير الفني النادي المصري الكابتن علي ماهر المميز اللي قدر يشوف الثغره دي ويلعب عليها. وبالتالي هنا ابراهيم رضاي هيبدا يرجع الكره ليه طبعا حارس مرمى، لكن بيرتكب خطأ لانه طبعا مش بيلعب في مركزه وبالتالي مش حافظ واجبات المركز دوت، وبالتالي في اخطاء كارثيه مش من المباراه دي بس، ده كمان انا هوريك كمان اخطاء كارثيه لابراهيم رضاي لما بيلعب باك ليفت مكان طبعا فتوح. تعال نبص هنا للكرة طبعا بترجع لحارس المرمى زي ما حضراتكم شايفين، وهو عواد هيبدأ يلعب الكرة كده في اتجاه ابراهيم رضاي ناحية الشمال زي ما حضراتكم شايفين كده. تعال بص هنا تصرف ابراهيم رضاي هيعمل ايه في الكرة اول ما بتجيله. الكرة طبعا راحت اهيت لابراهيم رضاي، بيحطها لمسة بسيطة جدا خفيفة، باص قصير قدر انه طبعا ياخدها لاعب نادي المصري ويبدأ يلعب كده مع فخر الدين بن يوسف اللي الكرة طبعا مشيت معاه، ولكن على طول بوش رجله طبعا تسديدة عالمية سكنت طبعا في شباك نادي الزمالك محرزا الهدف الاول. وبالتالي لما تيجي تبص حتى على فخر الدين بن يوسف ونرجع كده بالكادر شويه هتلاقيه كان محاط باربع لعيبه من نادي الزمالك زي ما انتم شايفين، وبالتالي الراجل قدر ان هو يتخلص منهم. الكره ساعدته ومشيت معاه، ولكن ده يدل على ان لعيبه نادي الزمالك مش بتضغط وبتعمل بريسنج قوي، وبالتالي الراجل احرز هدف زي ما انتم شايفين. وطبعا الهدف دوت لو بصيت هو جاي من ناحيه ابراهيم رضاي اللي الراجل مصر ان هو يلعبه في مكان مش مكانه، والراجل كمان يعني يا ريته بيعلمه الوقفه ازاي داخل ارض الملعب او التحرك ازاي او ان انا ابدا اطلع في الهجمه ازاي وارجع تاني وارحل ازاي. ما الراجل ما بيحفظوش اي شيء، وبالتالي ثغره كبيره جدا جدا بيستغلها المديرين الفنيين اللي بيلعبوا نادي الزمالك والفرق اللي بتلعب نادي الزمالك، لانها طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتم احراز منها اهداف. هرجع بيكم للقاء سموحه. زي ما قلت لكم ان الثغره دي موجوده من طبعا فتره كبيره في نادي الزمالك حتى قبل اصابه فتوح. يعني جماهير نادي الزمالك هتقول لك طب ما فتوح مصاب، طب هنعمل ايه؟ وبالتالي لازم نلاعب ابراهيم رضاي او نشوف حل. فبالتالي الثغره دي موجوده حتى وفتوح كان موجود ومش مصاب. الراجل طبعا كان في مباراه سموحه مقعد فتوح بره وبيلاعب طبعا ابراهيم رضاي في مركز الظهير الايسر. تعال بص هنا دوكو دودو هيبدا يلعب الكره للاعب اللي عليه السهم دوت وهو ابو بكر اليادي. ابو بكر اليادي بيستلم الكوره بيروح واحد على واحد على اللاعب اللي عليه السبوت لايت الابيض ده وهو ابراهيم رضاي. ابراهيم رضاي هنا بص بقى كميه الاخطاء اللي هيرتكبها. لاحظ كده معايا الراجل طبعا رايح اهوت، وبالتالي هيبدا يلف يعني ظهره كده ل الراجل ابو بكر اليادي، وبالتالي فقد رؤيته للكوره، وبالتالي الكوره هنا هتتلعب لحسام حسن طبعا مهاجم نادي سموحه هيبدا يستلم. المفروض والطبيعي ان انا كظهير ايسر اجري في المساحه دي واقفل التو اللي هتتلعب طبعا في خلف الدفاع ما بين طبعا قلبي الدفاع لنادي الزمالك، لكن الراجل ما عملش كده خالص، وبالتالي في تباطؤ يعني ساب الراجل ابو بكر اليادي وحسام حسن اداله التو. وبالتالي بص الراجل يعني مش رايح حتى يغطي عليه ولا جري حتى معاه، لا ده الراجل بيتمشى حرفيا. وبالتالي كانت دي ردة فعل طبعا حسام عبد المجيد طبعا ان هو بيقول له الراجل ده كان بتاعك انت ما اتحركتش معاه ليه؟
حتى هيكمل برضك معايا الفيديو كده تلاقيه قاعد عمال بيزعق له، ولكن الراجل اهو بيقول له انا مش عارف. يعني هو مش عارف فعلا واجبات مركزه، او بالتالي الغلط على المدير الفني اللي بيلعبه في مكان غير مكانه، ويا ريته بيحفظه طبعا واجبات المركز دوت ايه، ولا بيديله تعليمات ولا اي حاجه. فالناس بتيجي تلوم على اللاعب، ولكن ما بتلومش على المدير الفني اللي بيقبض بيه الدولار. فطبعا انا يعني الغلطه دي تكررت في مباريات نادي الزمالك مرارا وتكرارا. انا راجل اهلاوي، لكن طبعا بحلل المباريات، يعني اللي انا شايفه بقوله، عشان بس ما حدش يجي يقول لك ايه ده الراجل اهلاوي وبيتكلم على نادي الزمالك مش عارف ايه ولا الكلام ده. لا، انا بشوف اخطاء بطلع اقولها لك، انت ممكن تسمعها وممكن تاخد بيها وممكن انت ما تسمعنيش، ولكن انا المباراه فيها اخطاء بالجمله لدفاع نادي الزمالك. وبرضك يعني الخطا ده بيتكرر، خاصه الجبهه اليسرى، ده اللي انا شفته النهارده. طيب هنتكلم على ركله الجزاء اللي ناس كتير جدا اتكلمت هل هي هدف هل هي مش هدف. يعني وجهة نظر انا التي لا قيمة لها على الاطلاق، كان لابد ان الفار يعيد مرة تانية. في يعني الفار دوت ليه كاميرات مخصصة، منها كمان كاميرات موجودة خلف المرمى. طب ليه الكورة ما اتعادتش من خلف المرمى عشان خلاص يفصل حالة الجدال اللي موجودة ديت، وهل الكورة هدف ولا مش هدف؟ طبعا زيزو شاطها، الكرة ردت من عارضة، هل تخطت بالكامل ولا لا؟ انا شايفها من الزاوية اللي انا اتعادت منها انها الكرة جون، دي يعني بما يرضي الله. ولكن هل هي بقى هدف صحيح ولا لا؟ المفروض كان يأكد الفار من خلف المرمى بالكاميرات طبعا بتاعت الفار. لو مش موجود كاميرات خلف المرمى دي كارثة، دي كارثة، لان طبعا كاميرات الاخراج طبعا شيء، والفار ليه كاميرات تانية خالص. طب الفار اتأكد منين وقال لحكم اللقاء ان الكورة ما عدتش؟ او لازم برضك يوضحوا لنا عشان ينهي حالة الجدال اللي موجودة طبعا ما بين الجماهير وبعضها البعض. لان في ناس كتير جدا قالت لك الكورة هدف، في ناس طبعا من الزاوية اللي اتعادت منها الكورة جون، يعني الكورة باينة ان هي معدية كلها. يعني ده اللي انا شايفه من الزاويه اللي اتعادت منها الكوره. ولكن طبعا في ناس كتير جدا هتقول لك برضك مش واضحه، ده الكوره في جزء منها العارضه مخبيه. انا معاك برضك ان ممكن وجهه النظر دي تمشي. طب مين اللي حط الجدال دوت؟ الفار ليه كاميرات خلف المرمى. يعني احنا في بعض من الاهداف بنشوفها وهي بتتعد من ورا الجون، يعني اشمعنى الكوره ديت ما اتعادتش؟ يعني مش قادر افهم بصراحه. فحاله جدال عملها الفار، وعملها طبعا التصوير بتاع الكادر اللي جابوا منه اللقطه، فشيء غريب بصراحه. ده كان تحليل كده سريعا للقاء نادي الزمالك والمصري. طبعا المصري فاز على نادي الزمالك 2-1، وبالتالي انتهت اللقاء بهذه النتيجه وهذه الكيفيه. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات فضلا وليس امرا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وعلى امل اللقاء من جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.